الابتدائي آية الناعمي، كنقرا في المستوى الخامس ابتدائي. كنشارك في جمعية الابداعات اللي كتنشطنا وكتعاوننا بزاف كتعطيك احساس رائع، كدير خرجات زوينه. كنقول لكم اللي بغى يشارك فيها يشارك، لان جمعيه زوينه، جمعيه الابداعات فيها انشطه زوينين والدراري كتنمي لهم العقل، كتجي شحال من حاجه. شكرا. سميتو وسام، نقرا في الرابع ابتدائي. الجمعيه زينه، زادتنا الانضباط وشحال من حاجه، ولينا تنعرفوا الالعاب بزاف، وزينه هاد الجمعيه ديال الابداعات. انا سميتي باسوي، كنقرا في المستوى الخامس ابتدائي. خليفه في جمعيه الابداعات عجبتني بزاف وتعلمت بزاف الالعاب جديده وحاجات ما كنتش كنعرفهم واللي كنعرفهم بزاف. وتحيه كبيره لجمعيه الابداعات. سميتي أشرف أسيو، كنقرا في المستوى الثاني الاعدادي. كنشجع اي واحد باغي يدخل دار الشباب حيت هي مفيده وكدير انشطه مفيده تقدر تنفع في حياتك مستقبلا وحاليا. سميتي رحاب نافع وتنقرا في المستوى الثالث ابتدائي. اللي استفدت من هذه الجمعيه انها تدير اشياء زوينه وانشطه مزيانه، وفي الحقيقه انا عزيز عليا نجيبها. سميتي عبد الله بونافع، تنقرا في السنه الثالثه اعدادي. استفدت من هذه الجمعيه، نحيد مني الحشمه ونحيد مني الخجل. انا اسمي بونافع، ادرس في المستوى الرابع ابتدائي، وانا الاولى في صعيد المدرسه كلها. كنشجعكم انكم تمشيو لدار الشباب حيت تدير شي انشطه اللي كتساعدكم في التنميه والتربيه. انا سميتي آية، سميتي بكوش. انا المستوى الدراسي ديالي المستوى الرابع الابتدائي. انا استفدت من هذه الجمعيه بزاف ديال الحوايج، مثلا كنت زعفانه ما كنلعبش انا كاع مع الدراري، وليت دروكا فاش جيت وليت كنلعب مع الدراري كلشي، والبنات كلشي وليت نشيطه.